سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي أفريقيا. لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم، هذه القوات ستتقدم. اسمحوا لي ان انا اشكركم واقول لكم يعني كونوا مستعدين لتنفيذ اي مهمة هنا في داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا. بشكركم وربنا يحفظكم. شكرا جزيلا. اللهم لولا أنت ما استثارنا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم لولا أنت ما استثارنا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسل الجبال فلم تميت أبدا بها أرض وتطغى أبحر. خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر. آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهار. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج قصة عماد في الاعتماد، وهذا هو اللقاء الثاني. العقيدة بالنسبة للشخص حياته، وما فيش إنسان بيحيا من غير عقيدة. لازم طبيعة البشر كده، زي ما ربنا خلق البشر فيهم الحركة والسكون. ما فيش واحد هتلاقي فيه حركة، فيه نفس على الأقل، يعني نفس طالع خارج. كذلك أي إنسان له تصورات اللي موجودة عنده في ذهنه بتشكل معتقدات. يقعد يفحص ويبحث ويدقق
تعرف على الأشياء، اتعرف على خصائصها، ايه اللي ينفعه ايه اللي يضره. مفيش ولا واحد على الإطلاق طبيعي من نسل آدم عليه السلام إلا وهو عنده تصورات ومعتقدات وأشياء من هذا القبيل. فإن لم يكن معتقده سليم متطابق مع الحقيقة لازم هيكون تصوره تصور خاطئ. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه، الجانب الغيبي المتعلق بالروح الملامس للجانب المحسوس من ضمنه جهاز إدراكي وتحليل للمعلومات وتخزين للمعلومات وتسجيل لهذه المعلومات، بتتفاوت من شخص إلى آخر على حسب قدراته في أن يستوعب المعلومة. يعني سرعة إنجاز التعبير، سرعة البحث والنظر، اللي دي عنده ذكاء، الذكاء ده يشبه سرعة المعالج في الكمبيوتر. فتلاقي فيه سرعة بطيئة، سرعة عالية. يعني لما تيجي تقول لي مثلا الناس في الكمبيوترات الكور اي 7 اللي فيه مثلا 14 بروسيسور غير الكور اي 3 او الكور اي 5 او الاجهزة القديمة بالنسبة للكمبيوتر اللي متناول الناس، يعني اللي سرعته عالية اداؤه عالي. ده ممكن يكون سرعته عالية لكن معلش برامج، يعني واحد يتولد وعنده ذكاء وفهم وكل حاجة لكن ما فيش أي احتكاك برسالة أو بعلم أو ما شابه ذلك، يبقى ذكي صحيح بس في معتقدات باطلة أو تصورات خاطئة. طبيعة البشر كده. فعلم العقيدة أو العقيدة لازم يكون الشخص فيها على هداية صحيحة في مطابقة الحقيقة. طيب هو يوم ما تصور هيتصور ايه؟ العالم اللي هو شايفه قدام عينه، الواقع تحت المدارك. طب وما غاب عن المدارك، يعني هو ما يقدرش مثلا يطلع خارج نطاق الأرض. الكلام ده في القديم، ودلوقتي يا دوب يوصل لمنطقة الأقمار الصناعية. هل وصل القمر ولا ما وصلش؟ الكلام ده فيه شك. لكن هل صعد إلى النجوم وتحرك بينها؟ هل رأى السماوات العلى؟ هل رأى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ ما عندوش الكلام ده. طب هيعرف الكلام ده ازاي؟ بيجي عن طريق الخبر الصادق. طب الخبر الصادق بيجي لنا عن طريق الرسالة من الله تبارك وتعالى يخبرنا فيها عن عالم الغيب. الصورة اللي أنا بعرضها دي لا يخلو إنسان أيا كان من البحث فيها والاستفسار وطلب إجابة على أسئلة ملحة هو بيحس بقى في داخله ما يقدرش يدفعها، لازم يجاوب من هنا. ما هتسيبه كده هيجيله الشيطان يشغله بأفكار وتصورات خاطئة ومعتقدات باطلة. هو يظن أنه هو على صواب وأنه بيفهم وأنه عنده عقل وأنه حر في عقله وكلام من ده، لكن في الحقيقة هو لا عارف الأبيض الأسود، هو قاعد بيعك وخلاص. يعني عنده أشياء كده من اللي شايفه، لكن الصورة الكاملة والحقيقة الكاملة لا يمكن أنك أنت تاخدها إلا من اللي خلق السماوات والأرض. اللي خلق السماوات والأرض هيديك التصور الصحيح للحقيقة. أنت فين؟ موقعك فين؟ كنت فين؟ ورايح فين بعد كده؟ وإيه اللي حوالين منك ده؟ وليه هو كده؟ يعني ليه دي اتخلقت كده؟ وليه ده اتخلق كده؟ ودي أسئلة بقى، ليه ده ذكر ودي أنثى؟ ليه ده يبتلى في كذا وليه كذا؟ ليه كذا؟ ليه كذا؟
الدنيا كده ليه؟ فتلاقي حتى الأسئلة ديت بتيجي للطفل الصغير أول ما يوصل ل4 أو 5 سنوات، كل حاجة يقول لك ليه؟ احنا بناكل ليه؟ أسئلة بقى. طيب احنا جينا ازاي؟ يعني جينا ازاي ايه يعني؟ ايوه يعني واحد يقول له لقيناك عند الجامع، او لقيناك في الشارع، فواحد يقول له جيت من بطن ماما امك. طب وانا دخلت بطن ماما ازاي اصلا؟ خد بالك ازاي؟ انت بتسمعوا الحركات دي كلها والكلام دخلت. طب بتيجي لما تكبر يقعد بقى يلحقك بالاسئله لغايه ما يزهقك، فانت تقول له لما تكبر هتعرف خلاص. لكن هو في الحقيقه عايز اجابه. ممكن معلوماته ما تستوعبش وسنه ما يستوعبش التصور الصحيح، لكن هو عايز تصور. وهكذا في سائر الناس. القصد اللي بقوله بالمقدمه ديت، ما فيش انسان يقدر يعيش من غير هذه العقيده بالتصورات الحقيقية للواقع في عالم الغيب وعالم الشهادة. لأن عالم الغيب واقع. يعني إيه عالم الغيب واقع؟ عالم الغيب واقع أنت مش شايفه صحيح، لكن حقيقة. يعني أنت دلوقتي لو قلنا في الواقع اللي احنا عايشين فيه الآن في اللحظة ديت، انت في الواقع في 2 ملائكة قاعدين بيكتبوا كل كلمة انا بنطق بيها، وكل واحد قدام الشاشة في 2 ملائكة برضه بيكتبوا انا مش شايفه، وفي ملك تاني بيقارن الانسان عشان يهتف له بالايمان. موجود معايا؟ موجود. وفي المقابل شيطان قرين قاعد يهتف بالعصيان، والإنسان يحدث إن هو أعوذ بالله من الشيطان فيوقف ده، يسمع خاطر خير يتكلم في دي فيقوم يتكلم. أخد بالك إزاي؟ الخواطر كده تيجي على بالك وأنت قاعد ما أنتش حاجة. ما هو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي 10 من الملائكة، يعني اللي قاعد دلوقتي مثلا في الأنتريه، ولا قاعد في الصالون، ولا قاعد على السرير وقاعد بتفرج ولا حاجة، في 10 محوطينه ويرسل عليكم حفظة. 10 كده ملازم. ايه ده؟ انت ما انتش واخد بالك، بس دي حقيقة يعني. وممكن في كمية كبيرة من الجن المؤمنين قاعدين بيسمعوا، وملائكة مع الناس. الكلام ده كله طب الصورة دي لو بانت، الناس عايزة تشوفها بالأشعة فوق الحمراء تحت الحمراء، المهم عايزين يشوفوها بعينيهم يعني. لكن ربنا بيقول دول موجودين، دول موجودين. فالشيطان وجماعته والجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. حيث لا ترونهم هو وقبيله. إيه يعني قبيله هنا تشمل إيه؟ أتباعه العصاة اللي هم شياطين، وأولاده أحفاد المؤمنين، لأن الشيطان الكبير هو أبوهم، والباقي ذريته، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الكلام ده موجود؟ موجود. طب أنا ما شايفها بعيني، ما أنت مش هتشوف، لأن مدارك الإنسان ربنا كيفها عشان يحصل عملية اسمها عملية الابتلاء. يعني أما كنت عندك الإجابة مطابقة للحقيقة أنت بتستريح. طيب نرجع للموضوع الأول. أنبه على حاجة معينة في موضوع الفيس وبعض الصفحات اللي تبعنا والإخوة المسؤولين. أنا أبرأ إلى الله عز وجل من إن كل واحد يبالغ فيا ويقول لك العلامة المجدد، أو واحد يقول لك معرفش الشيخ اللي ما جابتوش ولادة اللي معرفش إيه. الكلام ده كله لا يجوز أن يقال في حق الواحد. واللي بيحبونا ما ينفعش إن هم يتعصبوا لشيخهم، لأن ترك هذا الباب من قبل الشيوخ أدى إلى فتن لا يعلمها إلا الله.
فمن كثرة الفتن ربما يصدق الشخص نفسه ويتحدث على انه هو فلان فيعمل كارثة، لان بشر يخطئ ويصيب. افرض غلط الشيخ ده، يبقى الاسلام غلط؟ اصل الفتن كلها كده، ما الناس قاعدة تعظم في الشيخ كشك، وبعد كده تبين انه مساق من قبل الاخوان، مطية من مطايا الاخوان، وعقول كثيرة جدا مشت وراه على أساس، وناس كتير بحسن النية على أنهم عايزين الدين واتباع النبي عليه السلام، فإذا بكشك ياخدهم إلى فكر حسن البنا والخوارج ويضيعهم. عندك محمد حسان، بالغوا في محمد حسان فبقاش محمد حسان، بقى محمد بن عبد الله. لو واحد غلط في النبي عليه السلام وسب النبي عليه السلام ممكن ما يزعلش، إنما محمد حسان تقول له لا ده غلطان، إزاي تتكلم ومحمد حسان بيغلط؟ يا جماعة ما ينفعش الكلام ده. وصل الحال إلى إن تقديس الشيخ والشيخ يكرس لهذا الاتجاه. ما أنا ممكن أقول لكم خالد بن الوليد حاضر دلوقتي، شفت في رؤيا أن حاضر قدامي في قناة البصيرة، وجاب معاه 5 6 من الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان، وقاعدين رؤية، اوعوا حد يتكلم يا شباب، أنتم بين يدي عالم، وافتن الناس أكتر. ليه؟ المفروض الناس تعلقهم بالنبي عليه السلام اتباعا، مش بالشيخ نفسه. عشان كده أنا لا أجيز ذلك أبدا في حقي، وأي شيء فيه مبالغة أبرأ إلى الله عز وجل منها. يعني عشان أقول الكلام ده هو تتحسب على كل واحد هيبالغ في شخصي أو يبالغ فيا والأعلامة، لا ما أعرفش الكلام ده أنا ولا في دماغي ولا اللي بيحكم على الإنسان ما خلفه من خير أو شر. وبعدين لو في ثناء على شخص ولا حاجة ما بيبانش الكلام ده في حياته كواحد مثلا هو صحيح قد يستفيد منه الناس والناس تحبه وتتعلق به، بس ان يكون الكلام ده هو الشيخ يحدث في نفسه فتنة لان شايف الناس كلها فيصدق نفسه في هذا، لا. الرسول عليه السلام نفسه كان اغلب دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فخلاها تعدي يا اخوانا الله يكرمكم لغايه ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى وانتوا حرين مع بعض. انا لو سكت ان الكلام ده بيتنشر على البصيره فلاور، وانا انبت الاخ محمود النهارده قلت له يا اخ محمود ما ينفعش الكلام ده، كونك بتحبنا انا عارف ان انت صادق في المحبه وكده يعني، بس الكلام ده هو اللي فتن حسان وهو اللي فتن يعقوب والحويني ومشايخ والعدو والناس دي كلها، وهو اللي فتن. فالمشايخ تعاملوا من منطلق كأن هم طبقة وبقية المسلمين طبقة تانية، عشان تقابل الشيخ او عشان تتصل بيه كأن انت رايح رحلة لآخر الدنيا. ليه؟ عشان ايه؟ لازم اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنتمثل بها ونحاول ان نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه الرسول قائم على خدمتهم عليه الصلاة والسلام، واحد من ضمن الناس مع الاحتفاظ بالمكانة ماشي، بس هو القضية كلها إنني لا أقدس في شخص ده النبي عليه الصلاة والسلام وفي محبته، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن هذا هو الباب اللي ضل منه الصوفي. وأنا بقول لكم أي واحد دارس في العقيدة ومتخصص فيها ودارسها صح، هو ده اللي بيبقى حائط صد، يعني جبل مانع لأي فكر منحرف يقف للصوفية وضلالتهم وابتداعاتهم وزندقتهم اللي عمت الدنيا حتى خربت دين الله عز وجل وشلت أغلب الأزهرية اللي مفروض يكونوا قدوة للناس، بقوا معرة للعالمين عشان واحد يجي يمدح في ابن عربي أو في ابن الفارض وفي الحلاج ويجعلهم أولياء وهم زنادقة، كلامهم كلام سخرية من دين الله تبارك وتعالى. أي واحد دارس المنهج صح هيقف له
أي واحد دارس المنهج صح ودارس العقيدة صح هيقف لكل المنحرفين بأشكالهم وأنواعهم وألوانهم، وهيكون مواطن صالح يخاف الله في بلده، مش هياكل حرام، وهيسمع ويطيع لولي أمره بالرغم أن يكون هو هينفجر من ولي أمره من الغيظ، لكن اللي مسكته طاعة ربنا فيه فلا يخرج عليه ويسمع ويطيع له في غير معصية الله عز وجل. هو كده يا أخوانا، دي العقيدة. صاحب العقيدة السليمة يتحدى الخوارج الإخوان وأشكالهم والسرورية وكشفهم، يقف لكل المتاجرين بالدين من الليبراليين والعلمانيين أو العلمانيين، ويتصدى اليهود وللنصارى أي حد، عشان تشكل نوعية طالب علم يوصل لهذه المرحلة. دي عملية شاقة ما سهلة. ومن هنا كان البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه. احنا اتكلمنا على المقررات اللي موجودة في الجامعات العربية والإسلامية، وطبعا أنا بتكلم على المناهج المقررة فين في المملكة العربية السعودية باعتبارها أن هي المناهج المعتبرة. يعني بالنسبة للمنهج الأزهر، فمنهج الأزهر بالنسبة، أنا هجيب لكم مناهج الأزهر واتكلم عنها، بس مناهج الأزهر احنا اتكلمنا بالتفصيل في أنه لا صلاح للأزهرية إلا بزوال العقيدة البيجورية. فلو شفتوا المناهج المقررة والكتب المقررة عبارة عن أفكار إبليسية مفيرسة. إبليس بدجله خدع الأشعرية الأزهرية فزعم لهم أنهم يتبعون عقيدة أهل السنة والجماعة بتاع أبي الحسن الأشعري، وأي واحد مهما كانت ثقافته ومهما كان وضعه لو شاف اللي موجود في الكتاب ده، المناهج المقررة، المناهج الأزهرية قائمة بالكتب المعتمدة في الأزهر، ورجع لهذه الكتب في العقيدة في جانب العقيدة وقرأ عقيدة أبي الحسن الأشعري اللي كتبها بنفسه، هيقول على الأزهرية شوية كذابين. يروح يرفعوا قضية، خلي الأزهرية يروح يرفعوا قضية. فاحنا قلنا أكتر من 60 حلقة واحنا قاعدين نتكلم عنهم، بنقول انتوا كدبتوا على الأمة كدبة كبيرة وعيشتوا الناس في كدبة. مناهجكم بتقول انتوا أهل السنة والجماعة عقيدتكم عقيدة أشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. طيب يعني أنا عم أخذ عقيدة أبي الحسن الأشعري أخذها منين؟ من كلامكم ولا من كلام الأشعري؟ فأروح للأشعري أفتح كتب الأشعري ألاقي الأشعري بيقول على الأزهرية دول شوية خوارج وجهمين ومرجع، والواقع اللي احنا شايفينه في الأزهر يا إما خوارج طلعوا من عندهم فخربوا الدنيا، مشتل الإخوان كان في الأزهر، يا إما شوية صوفية ضيعوا الدين من الزنادقة الشاذلية ومن غيرهم، يا إما ناس وصلوا بالإرجاء إلى درجة إن هو يبقى مش شرط حتى لا إله إلا الله، زي سعد الهلالي وأتباعه والأمن نصير، ما ده كلهم أزهرية طلعوا من الأزهر وبدرسوا في الأزهر وجعلوا دينهم لعبة عبث لصالح إرضاء اليهود والنصارى. ساعة ما تسمع أحمد كريم ولا تسمع أي حد من الناس دول تقول إيه ده؟ إيه ده؟ حتى عامة الناس نفسهم. والله واحد كاتب كده على أحمد كريمة ابن معرفش إيه حفظه الله، أنثى الأسد يعني، ابن مش عارف إيه حفظه الله على الفيس. ليه كده؟ ليه إيه اللي يخليه يعمل كده؟ لأنه مش مقتنع بيه. أنت أزهر ولابس عمة حمراء ليه؟ ايه اللي يؤدينا لكده؟ لان التكوين نفسه فيه خلل، اللي درس في المنهج نفسه فيه خلل. وقيس على كده كتير، يا تلاقيه
ليبرالي ماشي مع الليبرالية وقاعد يتقرب لهم وبيحاول يتاجر بدينه عشان يتقرب إلى المسؤول أو يتقرب إلى الغرب أو الشرق عشان نفع مادي. يعني واحد بيقول لي إيه من الإخوة طلابنا، يعني هو إمام وخطيب، إمام وخطيب يعني يوصل دلوقتي مفتش أوقاف أو أكتر، يعني ممكن يبقى مدير أوقاف كمان يعني. فالمهم بيقول لي والله يا شيخ احنا في مسخرة. بقول له ليه؟ قال لي المدراء بتوع الأوقاف عايزين يا بتوجيهات يا بغير توجيهات يتقربوا للوزير، فيعملوا ايه؟ يفرضوا على كل الأئمة والخطباء، أنا بتكلم عن واقع مش هزار، عشان يرادوا وزير الأوقاف عشان يوحي للرئيس بأن الكلام اللي بتصدره وزارة الأوقاف هو ده اللي شغال وده اللي ماشي. فطبعين كتب يعرفوا بالإيه الجماعات التكفيرية والإرهاب وكلام من ده في معرض الكتاب. ففرضين على كل شيخ في الأوقاف على حسب كلام الأخ ليا في المنطقة بتاعته، حتى على الأقل مش هنقول على كله بس هم كلهم عارفين الكلام ده، لازم يروح يشتري من مرتبه ب 200 جنيه كتب من المعرض. فالمشايخ يلموا من بعض غصب عنهم، وإلا انت عارف يعني المرتب هيجي في كذا، الخصم هيجي كذا، في الحضور في البتاع هيقرفه، علشان يوحوا للناس بأن الكتاب عليه إقبال. والوزير يقول له لا شوف في الإعلام أن الكتب متداولة والناس مقبلة عليها ولا مقبل عليها ولا يحزنون. ده كل الحكاية أن الأئمة والخطباء مفروض عليهم أنهم يروحوا يشتروا الكتاب من المعرض عشان يوحوا للناس أن الكتاب مطلوب. ودي الصورة اللي بيعكسها قدام الرئيس وقدام المسؤولين في الدولة. انتوا بتنصبهم. فالناس اعترض، دفعنا 200 جنيه ليه؟ احنا لاقيين ما كفاية اللي احنا فيه من غلاء. فالمهم قالوا ايه؟ بلاش 200 جنيه، انتوا هتدفعوا 100 والمدير هيدفع 100. الوزارة يعني جاي يبقى كام؟ 200 جنيه، وتروحوا تشتروا الكتب عشان يبان الصورة من الأئمة والخطباء على مستوى الدولة ان الكتب اللي بتطبعها الوزارة في محاربة الإرهاب عليها إقبال كبير وهي تمثيلية كذابة. بتخدعوا مين؟ وليه؟ انتوا عايزين تعالجوا حقيقة؟ بتكلم على واقع مش بتكلم على كلام وخلاص. وهو على الهوى قولوا بقى اللي انتوا عايزين تقولوه. بالك ازاي؟ فالمسألة هنا يا اخوانا علاجها ما هو سهل. لو جيت اراجع المقررات اللي طلعت بيطلع لك النموذج الازهري اللي انت بتشوفه على المنبر. ممكن لو عارف يتكلم ويطلع يتكلم على حسب المناسبات حاجات زي كده. انما عقيدة تشكل رجلا، الرجل ده هو يتصدى للعدو حين يواجهه ويحافظ على بلده وأمته ودينه قبل كل شيء. وتحس ان في شخصية كده تخاف الله عز وجل. لو وقف على المنبر يبقى أسد حقيقي مش مزيف، مش منظر العمة وككولة. فأنا بقول لك الأزهرية مرض موجود في الأمة بسبب المناهج مش مظبوط. فالأزهرية خليهم لوحدهم، احنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل، وإن شاء الله نجيب منهجهم في العقيدة تاني وأقول لكم المفردات بتاع المقررات بتاعتهم عندهم ايه. لكن تعالى للإيه اللي هو متعلق بهم قلوب عامة المسلمين وعامة المنتسبين إلى المنهج السلفي أو السلفيين اللي موجودين في العالم شرقا وغربا وبيشوفوا السعودية الأسوة والقدوة. أنا بتكلم على المملكة العربية السعودية والمناهج المقررة هناك. المناهج المقررة هناك أنا قلت لك أنا شاركت في وضعها في جامعة الملك خالد. تعال بص بقى بيدرسوا هناك إيه؟ أنا قلت لك بيدرسوا العقيدة الطحوية. العقيدة الطحوية شرح العقيدة الطحوية. يبقى في العقيدة الطحوية وفي شرح للعقيدة الطحوية. بصوا معايا كده، دي العقيدة الطحوية.
اعرض يا ابني كده. متن العقيدة الطحاوية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي. الراجل ده مات سنة 321، وعلى فكرة الطحاوي مصري، يعني العقيدة اللي بتدرس اللي كاتبها واحد مصري من طحاو بلد في الصعيد، كتب العقيدة دي 321، والكلام ده تقريبا كان في نفس الوقت اللي فيه أبو الحسن الأشعري. ولو قارنت بين اللي كتبه الطحاوي وبين اللي كتبه أبو الحسن الأشعري هتلاقيهم واحد، بس الأزاهرة كذابين، كذبوا على الناس وقالوا لهم احنا أشاعرة وسابوا كتاب الأشعري. كتاب الأشعري هو نفسه كتاب الطحاوي، ما يفرقش حاجة، نفس المعتقد ونفس الايه الوضع يعني. بس عايشوا الناس في كذبة كبيرة، وفضت الأمة الإسلامية زي ما انتم شايفين كده. الأزهر والأزهرية الأزهرية لهم مكانتهم في القرآن، في الفقه، في الأحكام، لكن تيجي ساعة العقيدة يبقى عينه مكسورة لتحت ما اتكلمش. ولو جه يدافع عشان هو أزهري، والأزهر له شمخة ومكانة وعمر 1000 سنة يا عم، بتتكلم عن إيه؟ أخد بالك إزاي؟ يقوم الراجل إيه؟ ينصر الباطل اللي عنده. يعني العقيدة الطحاوية بتدرس في السعودية ومنتشرة في كل مكان، ودي من ضمن الأشياء اللي أنا هبين لكم إن الأمور محتاجة تغيير، وهو ده التغيير الحقيقي اللي الناس محتاجاه. العقيدة الطحاوية من ناحية شرحها كتير مقررات في الجامعات السعودية تقريبا العقيدة الطحاوية كله العقيدة الايه الطحاوية. طب العقيدة الطحاوية انتوا عارفين كم صفحة؟ انا عندي الملف ده 32 صفحة. هذه العقيدة الطحاوية اهو للإمام أبي جعفر الطحاوي. متن العقيدة الطحاوية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي اللي مات سنة 321. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين اتكلم عن ايه؟ ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله اهو. هو أحمد ابن محمد ابن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري، الإمام المحدث الفقيه. يعني هم هناك في السعودية بيدرسوا عقيدة مصرية، اللي كتبها مصري، وأنا بكلمكم مصري وشرف لي أنه مصري. بس المصري اللي بيتكلم بهذه العقيدة مغضوب عليه من قبل المسؤولين. ليه؟ أقصد الأزهرية يعني. ليه؟ لأن بيقول لهم أنتوا على ضلال بس. إنما لو أنا قلبت بقى وبدأت أنصرهم على باطلهم اللي بيكذبوا فيه على الناس على إن هم أهل السنة والجماعة أشاعرة وإن كاتبين، يا سلام، كان الواحد قاعد من مكان المفتي نفسه. أخد بالك إزاي؟ مش المفتي، مكان أحمد الطيب نفسه. يعني أنت بتقارن بين الشخص من خلال كتبه ومؤلفاته وأبحاثه ودراساته وكلام من ده. فلما تيجي تقارن بينهم وبين العبد الله هتلاقي كتير يعني. لكن أنا ما بقولش الكلام ده ثناء لنفسي، لكن أنا بتكلم على إن المسألة هي مسألة مبدأ. أنت عندك استعداد تلفلف وتشتغل على حسب المطلوب من الغرب، مش من الدولة، من الغرب. خلاص هم هيشوفوا السكة لغاية ما يوصلوك. ما تسألش ازاي يعني، حتى لو دفعوا ملايين عشان يتغير القانون بحيث يفضل اللي هم عايزينه ملايين اندفعت ايام الاخوان. ابو جعفر الطحاوي اتولد سنة 339 واخد العلم عن 3 من المشايخ. كتب اللي سابها مشكل الآثار ومعاني الآثار. مات بمصر سنة 321 من الصعيد. يا فخر الصعيد ويا شرف الصعيدة ان يكون منهم ابو جعفر الطحاوي. المفروض ان ده تدرس في الازهر، لكن تشوف الاحوال سبحان الله حاجة يا اخي عجيبة كل العجب. العقيدة اللي كتبها واحد مصري
تدرس في السعودية في جميع الجامعات السعودية المتخصصة في الدين، يعني بالنسبة للعقيدة أو أصول الدين أو كده والشريعة. ومصر تسيب العقيدة الصحيحة وتروح تدرس كلام ملوش علاقة حتى بعقيدة الأشعري، لا من قريب ولا من بعيد. ايه الدنيا المعكوسة في بعضها دي؟ ايه اللي بيحصل؟ طيب، العقيدة الطحوية ان جت تطبعها في شكل كتيب صغير قد كده، كتيب صغير يطلع حوالي 10 صفحات فلوسكاب. هي دي اللي بتدرس في السعودية، هي دي اللي بتدرس في السعودية. الحمد لله رب العالمين. خلينا نسمع كده. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. يعني بقول عقيدة فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف اعرض يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، اللي هي الأحناف يعني على تبع وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ده العقيدة اللي كتبها الطحاوي. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. احنا قلنا اللفظ ده محتاج تغيير، صح ان الكتب اول بلا ابتداء. يا عم انت بتعدل على الطحاوي؟ ايه بعدل على الطحاوي؟ غلطان، هو بيقول قديم بلا ابتداء. ما فيش من اسمائه القديم ولا من صفاته القدم، انما القدم ورد وصفا لسلطانه. اعوذ بالله الكريم، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، فوصف لسلطان الله عز وجل. إنما وصف القدم بالنسبة لله عز وجل ما وردش في الكتاب والسنة، ولا ورد اسم القديم. طلع هات بالدليل من القرآن والسنة، مش موجود خلاص. طب يقول لك يجوز ان انا اخبر عن الله بانه قديم، المعنى صحيح ماشي، لكن لو انت عايز تلتزم بالسنة بقى يبقى تشيل دي وتقول اول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. طب والدائم ما وردش اسم لله عز وجل. يلا ورود هاتوا اللي عنده دليل على اسم الله الدائم، سواء كان من علماء السعودية أو علماء الأزهر أو غيره، ورينا شطارتكم. أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. على فكرة أنا كتبتها وعدلتها في مقدمة كتاب كفاية الطالبين في عقيدة أهل السنة والجماعة، الأخطاء اللي وردت في الألفاظ عند الطحاوي وإزاي تتعدل، فظبطنا العقيدة بالشكل اللي هو مناسب ما يكونش فيها أخطاء في كتاب كفاية الطالبين. على فكرة ده يعني عامل منظر ديكور، وفي نفس الوقت أقول لكم إيه اللي حصل، الحل في المشروع اللي يحل لنا مشكلة الأمة الإسلامية في طلابها اللي بيطلعوا مفيرصين، سواء كانوا في السعودية أو كانوا في الأزهر أو في غيره. فأنت شفتوا البتاع كبرت النهاردة، خد بالك لا هو الأخ الله يكرمه الشيخ أبو زيد قال لا حط الكتب كلها اللي أنت ألفتها. قلت له دي مش كلها على فكرة، يعني اللي تحت ده المعجم الصوفي، وده كتاب إيه يا أخويا؟ أسماء الله الحسنى دراسة عند النصارى في كتابهم المقدس، ودي كتاب ثم شيطان دراسة مقارنة للأديان بين الإسلام وبين النصرانية واليهودية، ودي كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة اللي عمل حرب، أو بقول حرب على أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، حربونا فيه مجلدين. وهنا بقى دورة كفاية الطالبين الرابعة، احنا مسمينها كده يعني دورة منة الرحمن، يعني ده مقرر سنة رابعة، السنة اللي هو المستوى الثاني
أو النص الثاني من السنة الرابعة، بيسموه المستوى الثامن، وده المستوى الأول المجلد ده، وده المستوى هيبقى كام؟ السادس، اللي هي سنة ثالثة نص السنة الثانية، ودي النص الأول، ودي سنة تانية، المستوى الرابع والمستوى الثالث، ودي سنة أولى، المستوى الثاني والمستوى الأول. ودي اللي عايز من العامة أن يتعرف على العقيدة بدون ما يرجع لده كله. دول 15 مجلد، وفي مجلدات تانية أو كتب تانية، بس ده اللي عرفنا نجيبه. أصلا الكتب يبقى يعني في الغالب أنا جايب ديت بعد ما حلفت بالله لعبد ابني إن أنا أرجعهم تاني. ليه؟ كان الطلبة بياخدوهم كده والواحد مهمل فيهم لغاية ما أغلبهم خلصهم ومش عارفين نطبعهم تاني، مفيش إمكانيات ومتحاربين فيهم. يعني الكتب دي ما تلاقيش في المكتبات. ليه ما في المكتبات؟ مغضوب عليه. مغضوب ممنوع الكتب ديت. دي مخدرات يا اخوانا، افيون. ليه؟ عند محمد حسان وجماعته والجماعه اللي حاربونا دول، ده عباره عن ايه؟ مخدرات وافيون. اوعى حد يشتري الكتب دي، اوعى مكتبه تجيبه، هنحارب المكتبه وهنقفلها وهنسحب كتبنا. حرب كده، حرب غير شريفه، غير شريفه على الاطلاق، عشان يصدروا كلمه حق سعينا لنشرها، وخدمه الامه الاسلاميه خدمه مجرده بها. احنا مش عايزين غير الثواب بس. هذه هي التي من أجلها قدمت استقالتي في جامعة الملك خالد عشان أعملها، من أجلها حاربت. المهم العقيدة الطحاوية غيرنا الأخطاء اللي موجودة. انتوا شايفين يا اخوانا شوية الكلمات البسيطة اللي بتكلم اهو. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، دي عايزة ضبط. ولا يكون إلا ما يريده كونا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة. المميت مش من أسماء الحسنى. باعث بلا مشق، ولا الباعث من أسماء الحسنى، بس هو يجوز نسبة الإماتة والبعث على سبيل إنها أوصاف لربنا، إن كل فعل يدل على وصف. ما زال بصفاته أولا قبل خلقه، هو كاتب قديما، ده الإمام الطحاوي، قديما قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. انتوا عارفين شوية الكلام دول اللي أنا قلتهم دول؟ الطالب بيقعد يدرس فيهم قد إيه؟ في السعودية. هو اللي بيدرس مش العقيدة الطحاوية بس، دي المتن. فجيه واحد ما تذكرش اسمه ولا حتى الناس تعرف اسمه، شرح العقيدة الطحاوية. اسمه ايه؟ ابن ابي العز الحنفي على مذهب الأحناف، وشرح العقيدة الطحاوية. شرح العقيدة الطحاوية بقى يا سلام، عد كتب ملاش أول ولا آخر. تحقيق الألباني، تحقيق معرفش مين، عد بقى عندك حتى الإخوان، كل واحد عايز بقى يبقى هو واخد عليها إقبال، فشرحها برضو أو حققها. الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط. بس عبد الله عبد المحسن التركي ده إخواني سروري خبيث، هو اللي دمر المملكة العربية السعودية ونشر فيها فكر الإخوان القطبيين السريين. فهو دايما كان مثلا شعيب الأرناؤوط يشتغل وعبد الله عبد المحسن التركي يكتب اسمه بس، يكتب مقدمة واسمه، فكتب اسمه على الكتاب كأنه هو يعمل حاجة. ولا أنا عارف إن عبد الله عبد المحسن التركي لا عين الله أبيض ولا أسود. أغلب الكتب، لأن عشرات الكتب وكل كتاب يطلع عشرات المجلدات عليها اسم عبد الله عبد المحسن التركي، وأنت رئيس رابطة العالم الإسلامي. طب أنت فاضل إيه ولا إيه؟ أنت كتبت الكلام ده إمتى؟ لكن هي طريقة الإخوان إنه ياخدوا جهد غيرهم ويسرقوه. فكان عبد الله عبد المحسن التركي كده يعني، كتب إن هو إيه. لكن مين اللي شرح العقيدة الطحاوية؟ أنا قلت لكم هي عبارة عن 20 صفحة.
اللي شرحها مين؟ الإمام القاضي علي بن علي محمد ابن أبي العز الحنفي. طيب ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية اهو، ده مات سنة 792 والطحاوي 321، يعني بينهم فاصل كام؟ 400 سنة. فابن أبي العز الحنفي لما جه يشرح، خليكم معايا في الموضوعات ديت، انت بتتكلم على عقلية أمة، عقلية خريجين جامعة كل سنة بيطلعوا في الخليج بمئات الآلاف، وفي مصر بعشرات الآلاف، ممكن مليون كل سنة بيطلعوا في شمال إفريقيا من ضمنها مصر يعني. كل دول بيتخرجوا كل سنة، والأمة زي ما هي والعقلية زي ما هي. بقالنا ايه 50 سنة و60 سنة على كده. لا في ايه يا جماعة؟ ليه؟ ايه السر؟ السر في كده لسه هتكلم. ما انا بقول لك اهوت، اذا كان واحد جه خد الكتابين دهم، اصول العقيدة ومنة القدير، حتى ما خدهمش، ده هو خد المحاضرات وصور الورقات اللي موجودة هنا وتمشيخ بها، ودلوقتي بيتكلم الشيخ عماد رفعت، وتتهافت الفضائيات زمان على ان يجيبوه عشان يتكلم في العقيدة، ويجي الشيخ عماد رفعت كل حصيلته. والله انا بقول لكم بعد ما سمعت ال 30 محاضرة بتوعه دول اللي هفرجكم فيها اساليب وحيل هؤلاء، ما عندهمش حاجة غير ان جه خد دول بس. احسننا به الظن واعتبرناه شيخ عشان يطلع قاتل بسيط، وهو ما درسش فيها حاجة، يعني ما خدش فيها مثلا سنة مثلا يدرس الكلام ده ويحفظه كويس ويفهمه، فهمه بسرعة جدا 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 وقدر يعبر عنه فبقى الشيخ عماد. ها؟ فما بالك بقى باللي هيدرسه. انا هقول لكم على حاجة. اول ما قبل الثورات يعني ما بدأنا نسجل الكلام ده اهو وخلصناه ال4 دورات، وخدت جهد في تأليف كل محاضرة وتأليف الكتب على مدار 4 سنوات من العذاب الحقيقي. لأن انت بتعمل حاجة، انت هدفك في العمل ايه؟ هو انا يعني هاخد حاجة من الطلبة اللي قاعدين قدامي وقاعد بدرس لهم؟ طب ما انا ممكن امسك كتاب واقعد اريح نفسي وخلاص. انا لما اجيب العقيدة الطحاوية هنا مثلا، كتاب العقيدة الطحاوية زي ما انتم شايفين كده، وافتحه واقعد اقرا فيه شرح العقيدة الايه الطحاوية، هتلاقوا آلاف المحاضرات. اكتبوا كده شرح العقيدة الطحاوية وابحث في الفيديوهات، شوف كم واحد شرحها، وكل واحد شرحها في كم محاضرة. ده لو هو خلصها يعني. وزيها كتاب التوحيد. كتاب التوحيد في توحيد العبادة صافي وخالص، لكن شوف اللي شرحوه قاعد يشرح في 20 سنة. السيد العربي القطب السرور الإخواني شرحها في 20 سنة في العز بالله، بيشرح في كتاب التوحيد. وفي السعودية مش عارف الشيخ الفوزان قاعد يجي 20 سنة برضه. ده الكتاب كله على بعضه ما يجيش 15 كم 100 صفحة، الكتاب كله 100 صفحة. هو ده شرح فيه 20 سنة. هو ما بيشرحش في توحيد العبادة ولا بيتكلم على كتاب التوحيد ولا شرح العقيدة الطحاوية. اصلا انت بتتكلم عن تجربة انا عشتها. فلو قعد الشخص 20 سنة عشان يحصل اللي حصله طالب يدرس الدورات دي، مش هيوصل برضه. فعملنا دار تدريس العقيدة اسمها دار العقيدة المصرية. طلبة علم هيدرسوا عند الشيخ، فجم الطلبة سجلوا ودرسوا، أشرفت على كتير منهم لغاية ما خلصوا. اللي خلص حوالي 5 أو 6 لأنه كان 4 سنين، أو ياخدهم في 2 سنين لأنه يكون طالب مجتهد يعني. عدد الطلبة اللي كانوا بيدرسوا قبل ما تطلع الفضائيات
قبل ما تطلع الثورة قصدي بتاع 25 يناير وصل ل20,000 طالب كانوا موجودين معانا بيدرسوا الكلام ده. لأن هو احنا عشان ندرس الكلام ده، هو واحد يقول لك ايه، هو هيفضل يقعد قدامك عشان يدرس؟ لا يا سيدي، مش عايز اقعد قدامك. انا كل اللي عملته ان انا كتبت له المادة وصيغتها باسلوب سهل، وبعد ما اتصاغت باسلوب سهل اللي هي مادة اهل السنة والجماعة، يعني اللي هي عقيدتهم في الطحاوية وفي غيرها، بقى هات بقى كتب ابن تيمية وكله بقى يعني. بعدين انت عملت قعدت صيغتها، انا شرحتها صوت وصورة مع الطلبة، هتشوفوا انتوا تشوف طبعا اصول العقيدة ومثل القدير في فقهاء البصيرة. فايه اللي حصل؟ الطالب انا مش طالب منه حاجة، عشان تدرسها دراسة شرعية لازم تفرغها كلمة كلمة بخط ايدك، هذا الشرط اللي انا عايزه. فرغت ايه؟ اخر كلمة هتكتبها هتبقى متخصص في العقيدة، تتصدى اساتذة جامعيين في كل الجامعات، مش هقول ازهر بس ولا هقول السعودية، في كله. هذه المعادلة اللي خاصة بنا احنا في هذه انا مش عايز منها غير فرغ لي اللي انت بتسمعه وهاتهولي اشرف عليه وامتحنك في اللي انت فهمته. عديت ان شاء الله عز وجل هتكون لبنة قوية في بناء الأمة الإسلامية، لا لها علاقة لا بسعودية ولا بمصر ولا بغيره. انت مواطن صالح في اي مكان هتتحط فيه، هتبقى مواطن صالح، هتحافظ على بلدك، هتقف مع ولي امرك. اللي درسوا الكلام ده اهو لغايه ما خلصوا، لان في ناس لسه جايه مثلا شهر ولا 2 فحصلت الفتن فسابوا الدورات واتقلبوا علينا كتير. اللي كمل معانا عدد قليل، لكن انا هوريكم طالبة. انا نفسي اعرف اخبار البنت دي ايه. هي طبعا دلوقتي اتجوزت ولا الله يصلح حالها. ايه ده انت فين؟ خلصنا الوقت عدى ايه بسرعة كده. طيب انا نكمل ان شاء الله عز وجل بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود اليكم باذن رب العزة والجلال، فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسل الجبال فلم تميل أبدا بها أرض وتطغى أبحر. خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوان. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسل الجبال فلم تميل أبدا بها أرض وتطغى أبحر. خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر. آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهار. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. التعليقات اللي موجودة الناس بتتابع مثلا من حق الناس يعني أرجو مساعدة كتابة أسماء الله الحسنى الصحيحة على شاشة البصيرة حتى يتسنى لنا كتاباتها ويعرف الجميع وتكون في ميزان حسناتكم. ده مجرد ما تكتب بس أسماء الله الحسنى الصحيحة هتطلع لك على الموبايل بتاعك على طول. 'أ
بيقول لي نور دينك زي ما نورتنا ويبارك في صحتك وأولادك وإياك. واحد بيقول يا دكتور بقيت دلوقتي تقول كلمة غلاء بصراحة وتلقائية وده ما كانش رأيك لسه في القريب. أيوة يا ابني في غلاء، هو أنا بنكر إن في غلاء؟ هنكر واقع؟ هو أنت شايف إن أنا أصلا يعني شغال منافق للسيسي؟ مين اللي يتصور كده؟ الواقع فيه غلاء والناس مخنوقة على الآخر وربنا سبحانه وتعالى يسترها، بس الموقف الشرعي إيه في الغلاء ده؟ ما هو الغلاء ده موجود أهو وأنا مش حاسس بيه، أنا أول واحد حاسس بيه. يعني الوضع بتاعنا وضع صعب جدا 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 جدا. أنا بقول منه لله اللي ورط بلدنا هذه التوريطة، من البطانة اللي خلت مصر بالشكل ده. الناس مخنوقة يا أخوان، وأنا بقول لهم بصراحة أنا بحب الرئيس السيسي لأن الراجل ده عامل خدمات يصعب إنها تتكرر، وكان المراد وقف نمو الدولة بهذه الطريقة السريعة علشان ما تبقاش دولة قوية تواجه الأعداء. فعن طريق صندوق النقد والبتاع ده أنا إيه اللي يخليني أوصل الدولار لهذا المستوى؟ ليه؟ هم عملوا اللي عملوه فأدى إلى هذه الكارثة. مصر عايشة في كارثة، حسنا ولا مش حسنا دي مشكلتهم. اتفضل الأستاذ محمد من دمياط. أيوة. اتفضل يا أخي اتفضل. اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ والله بخير والله. اتفضل يا أستاذ محمد. الحمد لله. والله انا والله انت من اعز الناس يعني، وراجل عزيز على قلبي جدا، وبحب دايما والله اسمعك انا واولادي. الله يبارك فيك. وبقول ان دي اول قناه تجمع بين يعني جيشي وبلدي ورئيسي اللي هو عبد الفتاح السيسي حبيبي، وانت راجل من اعز الناس والله. الله يكرمك. انا بحبكم والله في الله. جزاك الله خير. ودايما بحب ان انا دايما اشوف السيسي جاي على نفس القناه، وبحب اسمع لك وبحب اتعلم اللي انا ما اتعلمتوش في حياتي، ان انا يكون عندي ولاء لبلد ورئيسي وافهم دينه صح. الله يكرمك ويبارك فيك. جزاك الله خير. وعشان كده احنا بنقول محبتنا للبلد ومحبتنا حتى لولي الامر تقتضي ان احنا نتكلم بالحق، وتقتضي ان احنا نتحمل. ما احنا قدامنا ايه؟ يعني ننزل نخرب بلدنا زي ما الدعوات اللي انتم شايفينها. ما فيش في الوقت على النت غير مسألة تجييش الإعلام اللي موجود في اليوتيوب والفيسبوك والأشياء دي علشان خاطر يصوروا الناس ويطلعوهم ويخنقوهم أكتر عشان يطلعوا يدمروا بلدهم. أنا بقول لك الموقف الشرعي، أنا مخنوق، أنا نفسي مخنوق والله العظيم. بدخل واستحي علشان ندخل محل وادخل أجيب منه حاجة. إزاز الزيت مش عارف لمس بكام يا أبو زي 200 جنيه؟ ها؟ 180 جايبينها النهارده، اللي كانت بتيجي ب 60 أو 70 جنيه أو حاجة و90 يوم ما غلت خالص. يعني الضعف ومرتبات الناس واحدة. فالناس مخنوقة، الناس مخنوقة خنقة، يعني خنقة. الصورة واصلة للرئيس كده، إحساسه بالناس اللي موجودين كده. طب احنا نعمل ايه من الناحية الشرعية بقى؟ ما أنا بكلمك أهو، أنا من الناحية الشرعية أعمل ايه؟ ما فيش قدامي خيار. اتورطت البلد في المسألة دي زي ما انت عايزها تبقى على طول في كل وقت الخير موجود وكل حاجة موجودة وكل حاجة رخيصة. دي وقت يبقى غلا نتحمل، ولا تبقى الأمور غير منضبطة والناس من خلقتها تنزل ما مش عارفة اتجاهاتها فين. احنا عايزين مش عارف ايه وبتاع. الحمد لله لسه فيه أكل وشرب حتى ولو تمرات. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشرع تمرات. الموقف الشرعي ان انت ما تخرجش على ولي امرك بسبب طعام او شراب ابدا، لان الفتن اللي هتترتب والمشاكل اللي هتترتب على كده اسوأ من الحالة اللي احنا فيها. الناس لو نزلت في الشوارع وقت يلا طبعا هيتدخلوا، هتحصل مشاكل وهيفرضوا القضية والناس متضايقة. احساس الناس
رئيس البلد وسعيه، والله هذا اللي حصل، هنعمل ايه؟ الحالة غلاء لك في كل مكان، بس ايه الداعي ان احنا نوصل كده ان كان الخير موجود عندنا عشان نرضي صندوق النقد ونرضي الجماعة اللي قاعدين ياكلونا بالدولار والبتاع ده؟ والله دي حرية، هم بقى طبعا هيتسألوا على الكلام ده. لكن انا بقول لك انا نفسي شفت العذاب، والعذاب اشكال والوان دلوقتي في مسألة الايجار. ما احنا لسه 10 ايام ومطلوب مننا يجي 600,000 جنيه، هنجيبهم منين حتة دول؟ وبعدين ما فيش انفراجة علشان واحد يساعدك فيها. اللي كان بيدفع مثلا 20,000 جنيه مساهمة في ايجار يوم ولا حاجة، اخد بالك ازاي؟ مطلوب يدفع دلوقتي 40. يعني مش عارف اقول لكم ايه يا اخوانا. انا بقول لهم انا بالنسبه لي انا مخنوق، بس بنقول لا حول ولا قوه الا بالله، ونرد الامر ربنا سبحانه وتعالى، ونقول رب يعدي البلد على خير. وزي ما مرت ايام ومشاكل على البلد وعلى الجيش وعلى اولادنا اللي ماتوا وغيرهم، الحمد لله على كل حال هتعدي بلدنا باذن الله تعالى. وليس من حقك ان تقول لا الحكومه تمشي ويجي حد تاني، ده مش من حق اي واحد انه يقول الكلام ده خالص. مسألة ان هو رجل في يده المسؤولية والشوكة الممثلة في الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، طالما بتسمع له وتطيع احنا معاهم في المعروف، مش مطلقا برضه. انا بقولها واضحة اهو، هقول اكتر من كده عشان يقول لك لا انت بتنافق السيسي وما تنافقش السيسي. لا انا بقى يا اخي كده، ولازم اكلم الناس على ان هم يقفوا مع بلدهم، ويكون البلد ايد واحده، ويكونوا نفسهم بحميه وتلقائيه في الدفاع ضد اي معتدي. طب هم مكرونا لغايه ما وقعونا في الوضع المحرج ده. يتوقف المشروعات كلها وتوقف كل حاجه، يتموتوا من الجوع. فالناس دلوقتي وصلت لحاله صعبه جدا، تايهه. يا دوب الراجل النهارده بيقولوا احنا بنشتري سمك، بالذات بيجيبوا لنا السمك، والاول مره اشوف الناس بتشتري بالنص كيلو وربع كيلو، بعد ما كان اشوي سمكتين. واحد جاي سوق العبور عشان يشتري سمكتين او 3 بالكيلو ولا نص كيلو، دي كانت صعبه قوي قوي كانت تحصل. الوقت هيعمل ايه؟ فكان الله في عوننا، ونسال الله عز وجل، وتدعي كده من قلبك ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فرج ومخرج لهذا الرجل، ان نحسب ان شاء الله عز وجل على خير وصالح، وقدم الكثير لخدمة هذا الدين. صحيح ان اعلامنا ووضعنا وضع يعني كان سبب من الاسباب في حدوث هذا العقاب الجمعي اللي عايشاه مصر. احنا في نعمة يا اخوانا بالرغم من كده، بس انا بقول لك الخلق اللي حاسسها الناس لان حاسس بهم. الطبقة المتوسطة بقت تحت الفقر الآن. ما اقدرش اقول اكتر من كده، واللي يحصل يحصل. انا ناصح، بنحب بلدنا باخلاص، واي واحد فاهم عقيدته كويس هيقول الكلام ده. اسئله تانية كده عشان هم اخوه بيتكلموا باشياء فشكر وكده او حاجات زي كده. حسن بابكر موسى من السودان: هل هم الناس اكل وشرب ام دين، وان الابتلاء بالشر والخير؟ الله يجزاك خير. في وزيرة التضامن الاجتماعي تم صرف معاش لاطفال اليتامى كل طفل 50 جنيه كحد اقصى، 3 اطفال الاسره 1050 جنيه. هم طبعا مش هيسكتوا، انا عارف والله ان هم دلوقتي، انا والله العظيم بقول لكم انا عندي احساس ان الرئيس ما بينامش علشان خاطر شغله اللي هو معتاد عليه، لا، بسبب الحالة اللي بيعاني منها المصريين. انا عندي احساس بكده. الراجل دلوقتي مش يعني اي واحد في مكانه كده بيحب بلده وعنده اخلاص هتلاقيه قاعد تعبان بيدور على حلول ازاي. وانا مش هقترح حلول، حتى لو اقترحت حلول يبقى المفترض تقترح في السر مش في العلن. المهم خلينا في موضوعنا علشان ما نخرجش عنه. وانتوا طبعا كل الوقت الكل هيفتح ويقول لي بقى الاسئله بدات تتوالى خد يا عم اتصال. الاستاذ حسن من الشرقيه، اتفضل. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا. الله يفتح عليك، والله انا مبسوط منك ان انت بتهدي الامور مع الشعب. يا استاذ حسن انا بقول اللي يرضي ربنا. والله العظيم انا بقعد في كل مكان، كل ما يقول السيسي بغلي الحاجه قلت لهم والله هو مظلوم، وانا راجل كنت بشتغل في المعمار وقعدت وكنت زعلت منه، بس هو مظلوم وراجل محترم. وان هو والله بص قناه البصيره على ما الثلاث قنوات بتوع الوطن دول بحاربوا عشان مش هنتدين في الدوله، قناه البصيره بتدافع ولوجه الله والله. وانا بتصل بك عشان اشكرك، عشان انت بتهدي الناس فعلا، الناس بتهدى فعلا. وفي ناس بتقول احنا الحمد لله احسن من غيرنا، وفي ناس بتقول احنا لاقيين الاكل حتى لو غالي، وفي ناس بتقول غيرنا مش لاقي وبتفتح في الجبال، والراجل ده ربنا يعينه الصراحه يا شيخ. الله يبارك من اول. لكن انت اللي انت بتقوله ده اهو بلا وجه الله والله، وربنا يديم قناه البصيره يا دكتور محمود يا محترم. الله يحفظك استاذ حسن ويبارك فيك، الله يكرمك ويبارك فيك. انا بقول اخوانا هي فتره هتعدي ان شاء الله عز وجل، بس اول حاجه اتق الله في بلدك، اطع ربك في بلدك، لا تسب ولا تشتم ولا تلعن. ان كل واحد تقابل الناس، انا بكره يا اخي والله. النهارده بكلم احد الاخوات في السن بناتنا يعني، بتقول لي شوف انا كنت بحبه، كنت وقفت معاه ونزلت علشان السيسي، لكن انا بقول لك انا بكرهه. هتعمل فيها ايه؟ قلت لها والله بس انت لحظه كده شويه كده دلوقتي نتكلم مع بعض. بتكرهيه علشان الحالة اللي انت فيها في المصاريف، مش عارف اتصرف ازاي البيت ووضعنا مش عارف ايه وبتاع بقى، كنا متوسطين دلوقتي تحت خط الفقر، ناقص بس ننزل نشحت في الشارع. ده جزائنا ان احنا وقفنا معاه وعملنا ما اعرفش ايه وكده. لا، اتقي الله عز وجل فيه وادعي له بدل ما تدعي عليه، بدل ما تبقى انت متضايقه. لو واحد في مكان، طب ما في بلاد تانية فيها وفيها وقعدت اتكلم معاها يعني على اساس انها يعني اخد بخاطرها واتكلم، لكن انا حاسس والله الناس يعني بقى الراجل يعمل كل العمال دي لخاطر بلده، وفي النهاية يطلع الناس عشان لقمة العيش او عشان في غلاء الكل يقول انا بكرهه. طب ده ليه كده؟ يعني زي ما هو عمل حاجات كويسة وعشنا ايام طيبة في حاجات كتير، ما اسمعش كلام الخوارج اللي قاعدين عايزين ينزلوا يفسدوا البلد. ما تخلينا واقعيين يا اخوانا. احنا ندعي ربنا نقول يا رب ارزقه البطانة الصالحة، اللهم اجعل فرجا ومخرجا لنا وله ولمصر. يبقى انت بتتكلم كلام صح شرعي، هو ده تقوى الله. اصبر، التزم بشرع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق مش السيسي، فتعلق بالله عز وجل. وكنت احنا متضايقين، ما انا بقول لك انا متضايق والله العظيم. لو واحد مكاني ما يتحمل القناة دي تتقفل خلاص، بدل ما يجي الضغط. ما احنا الوقت بيقرب، كل يوم يا اخوانا مبلغ كبير عشان توفر هذا الوقت كبير. مين اللي بيساعدك؟ ما فيش حد واقف معانا غير ربنا سبحانه وتعالى والناس الغلابة، الناس اللي عندهم ملايين وبيدفعوا الفلوس بالكوره والكلام العك اللي بيعملوه ده. هو في حد من المسؤولين في السعوديين واقف معاك او حتى من رجال الاعمال؟ عشان احنا واقفين ضد الاخوان بس، واقفين ضد السروريه. المشايخ اللي معاها فلوس، انا عارف ان في مشايخ من المشاهير تفتح قناه واتنين، عمره ما واحد منهم فكر انه يقف معانا ولا دعمنا لله لاجل استمرار مثل هذه القناه. طب انت تعمل ايه بقى؟ فمن ناحيه الخلق احنا مخنوقين ومسؤوليه قدام رب العالمين هنتحملها. اذا ربنا قدر ان تستمر بخير وبركه هيبعت رزقه، اي واحد هيجي هيسد الايجار. انا مؤمن بكده، قبل ما تنتهي المده في الموعد ان شاء الله عز وجل تكون مسدود. ان ما كانش خلاص احنا عملنا اللي علينا، وربنا سبحانه وتعالى ما قدرش انها تستمر. هنعمل لكم ايه؟ يلا افتحوا انتوا قنوات فسق وفجور وفلوس بلد بتروح وقنوات
عك في عك، وربنا سبحانه وتعالى ايه يستر علينا جميعا. خليني ارجع لموضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. تأجل الاتصالات ولا ايه بالظبط يا عم؟ ها أجلها شوية، ناخد شوية. مسألة تلخيص وصياغة مادة، أنا هعرض لكم الكلام ده بالتفصيل عشان انتوا تفهموا الرسالة ايه، والسعوديين يفهموها والخليجيين يفهموها. انت لما تدخل على موقع من المواقع اللي معروف باتجاهها الصحيح على نفس اتجاهنا كده، زي موقع دروس الإمارات. دروس الإمارات، لو واحد دخل دروس الإمارات وقعد يسمع في الشروحات اللي موجودة، شوية الكلام الصغيرين اللي أنا قلتهم بتوع الإمام الطحاوي في بيان العقيدة اللي هم دول أهو، شرح العقيدة الطحاوية: وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ابن أبي العز الحنفي اللي هو شرح الكلام ده، هو شرح العقيدة الطحاوية، اللي هو كتاب مقرر على الطلبة في السعودية وفي كل الجامعات الخليجية تقريبا، أقول السعودية بالذات، يعني السعودية الثقة للإسلام اللي بالنسبة العقيدة الصحيحة وكده. ابن أبي العز الحنفي قاعد يشرح فيها كمية كبيرة أوي أوي، يعني لو حتى أجيب مثلا له معنى ربوبية ولا مربوب وأشوف هو اسمه عبد المحسن التركي والجماعة اللي معاه شعيب الأرناؤوط لما شرحوها، خلينا أجيب لكم الإيه أهو. أنتوا عارفين كم صفحة؟ اعرض يا أبو زيد، اعرض الكلام ده، أنا بدور أهو. أهو كم صفحة؟ 132 صفحة في ال7 سطور اللي حصلوا دول. ده اللي كتبه ابن أبي العز الحنفي، وهم بيعلقوا عليه في الإيه؟ في الشرح. ابن أبي العز الحنفي عمل إيه؟ راح خد خلاصة من اللي موجود عند ابن تيمية وابن القيم، وأضاف بعض الأشياء من عنده وعملها شرح العقيدة الطحاوية. هذا اللي عمله ابن أبي العز الحنفي. عشان كده طالما ان الشرح اصلا معتمد في الكلام على ابن تيمية وابن القيم، الازهرية ما هماش راضيين يعتمدوا العقيدة الطحاوية. ليه؟ بيكرهوا ابن تيمية. يعني انت كده هتخلي الناس ترجع لابن تيمية، فلو رجعوا عشان يقرأوا في كلام ابن تيمية وتوسعوا فيه، هيعرفوا ان العقيدة اللي عليها الازهر صوفية الزنادقة بتاع الحلول والاتحاد وحدة الوجود خربان. هيعرفوا ان العقيدة اللي عندهم عقيدة جهمية مش عقيدة أشعرية. أبو الحسن الأشعري ما كانش كده، أخد بالك إزاي؟ هيعرفوا مخالفات ملاش أول ولا آخر بتحصل في الأزهر، فرفضوه وقاموا حاطين مكانها جوهرة التوحيد للولاد في الثانوي. وبعد كده المذاهب الأشعرية بقى، حتى هم عملوا إيه؟ يعني من خبث بعض الأشعرية، أنا أضحكوا بس عملوا حاجة غريبة أوي. هي إيه؟ قاموا جين على العقيدة الطحاوية بتاع الطحاوي، وقاموا شارحين العقيدة الطحاوية، بس حاطين البيجورية او حاطين العقيدة اللي هي الكلامية الجهمية على ان ده شرح الطحاوي. اهو انتوا عارفين كم كتاب؟ والله ما هتصدقوا. انا اجيب لكم الامثلة اهي. أشعري شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، تأليف أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي أهو. فجي أشعري شرح العقيدة الطحاوية وقام حاطط تحت منها الصفات السلبية بتاع الأشعرية
وبدأ يدلس على الإمام الطحاوي. كتاب اهو قدامي 157 صفحة، خدوا كتاب تاني اهو. كبروا، اعرض شرح العقيدة الطحاوية، تأليف العلامة الشيخ محمد ابن محمد البابرتي. هو نفس الكتاب بس تحقيق تاني 786. أشعرية جم هم هنا بقى عملوا ايه؟ قاموا جايبين العقائد الجهمية وحطوها تحت كلام الأشعري على ان ده شرح الأشعري اهو. لو انا جيت ادرس لكم بقى هو قاعد بيشرح الكلام ده مش كلام الأشعري ابدا خالص، مش كلام الطحاوي، لا، الراجل حط كلام أبو منصور الماتريدي وكلام الغزالي والجويني والشهرستاني والناس دول على ان ده كلام الطحاوي، فزور العقيدة. خد ده مش كده، بقول لك اكتر من كم مرجع اهو، ملف كده. لو انت كتبت شرح العقيدة الطحاوية عندك، خد امثلة. انا منزل لك التعليقات السنية اهي، خد واحد أشعري، التعليقات السنية على متن العقيدة الطحاوية، تأليف راجل العفو والغفران أحمد جابر جبران، المدرس بدار العلوم الدينية بمكة المكرمة اهو. الكتاب ده أصلا عبارة عن كتاب عقيدته ملهاش علاقة بعقيدة الطحاوي ولا الإمام الطحاوي، وقام حاطط تحت منها كلامه هو اللي بيدرس في الأزهر. وده من التزييف ده كتير بقى، أنا بقول لك كتير، اخد بالك إزاي يجيبوا الكلام ويحاولوا ان هم يدخلوا عقيدتهم باسم شرح العقيدة الطحاوية. ليه؟ لأنهم عارفين ان شرح العقيدة الطحاوية من الكتب اللي اشتهرت جدا، مع ان الراجل مصري. لو الطلبة درسوا العقيدة الطحاوية من غير شرح كافية في ان تضبط عقيدته. فاللي بيحصل في السعودية، انا بتكلم على السعودية ليه؟ لان السعودية هي اصفى منهجا وانقى من جهة الصدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعبرة عن الائمة الاربعة في عقيدتهم، وعن علماء الحديث، وعن عقيدة خير القرون الصحابة والتابعين، اللي عقيدتهم مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. دي الميزة اللي مخلية ما يقدمه علماء المملكة العربية السعودية أسبق من أي علم تاني. ليه؟ وعشان كده تلاقي الموثوقية فيهم عالية. إنما لو واحد طلع مثلا على نظام الفتوى بتاع الدكتور شوقي اللي موجود عندنا في الفتوى، لا، الفتوى عندهم لعب كورة، مش الفتوى بتاعتهم على حسب انت عايز ايه، اخد بالك ازاي. عيد الحب زي الفل، تقرأ عيد الحب، عيد ميلاد الرب يسوع، هو ماله اهني كده، هتلاقي كل حاجة زي ما انت عايز، ويقول لك دي الوسطية، وعايز يعني احنا مكتوبين على قفانا ولا ايه، اخد بالك ازاي. هل الشعب المصري مكتوب على قفاه عشان انت مفتي؟ ولا علي جمعة هب يمين هب شمال، وسيد ابن عرب وسيد ابن الفارض؟ الناس مختومة على قفاها كده. تفكرين ايه يعني الناس ما بتفهمش؟ وانتوا قاعدين تتقربوا الى الماسونية واليهود، وتلموا معاكم واحد زي ابن الجفري، كناسة الكناسة بتاع اليمن في العقيدة، جايبينها تعملوها في ماسك مشروع طابة ويلف في جامعات الأزهر، كأن الأزهر ده والجامعات المصرية بقت مرتع لمثل هذا الشخص اللي يقول لك نعم، ايه نعم، أنا بحب اليهود. حسبي الله ونعم الوكيل. أرجع بقى، خلينا في المسألة دلوقتي علشان ما نركز كلامنا ونبين الحقيقة اللي بنتكلم عنها يعني. أما أجي أشرح العقيدة الطحاوية أكثر من 120 صفحة في 10-15 سطر. طيب أنا بشرح شرح العقيدة الطحاوية،
المقرر، شرح العقيدة الطحاوية. فالألفاظ اللي جابها ابن أبي العز الحنفي من ابن تيمية أو من ابن القيم والمصطلحات بتاعتهم، الأستاذ اللي بيشرح نفسه مش عارف يشرحها. يعني مثلا قضية التسلسل اللي اتكلم عنها ابن أبي العز الحنفي، والله أنا درستها على إيد 5 من الأساتذة أيام ما كنت طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الأستاذ نفسه لا عارف الفرق بين قياس التمثيل ولا قياس الشمول ولا قياس الأولى. الكلام ده أنا عرفته بناء على دراستي الخاصة، في قراءتي الخاصة في كلام ابن تيمية، عشان التقط كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وأقول كان المفروض المعلومة تصاغ بالشكل ده. لو صيغت بالشكل ده الطلبة، ما فيش واحد دلوقتي درس عندنا إلا هو فاهم فرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى وإيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز. الكلام ده ما تعرفش تاخده كده من الكلام ابن تيمية، ما تعرفش تاخده كده من ابن تيمية كده خلاصة كده في 5 دقايق أو 10 دقايق تقدر تشرحها ويستوعبها الطالب. تتوه. فبقى تقول يعني يا جماعة فهمونا، ولا بقول لك ايه، اسكت يا ابني، الحته دي احذفها من المقرر، مش جاي لك فيها اسئله. وحذفوها من الطحاويه. كلام لابن ابي العز، انا لو قعدت اشرح في كده هشرح يجي 20 30 سنه، في حين ان اللي هيدخل في ذهن الطالب من المعلومات المبعثره من هنا ومن هنا ونطفه من هنا ونطفه من هنا علشان يجمع صوره كويسه هيقعد 20 سنه. طب ليه انا ما اعملوش حاجه ال20 سنه دول اختصرهم في سنه ويبقى فاهم كل كتب العقائد لو قرأها؟ دي كانت المعادله الصعبه، معادله صعبه فعلا. انا بقول لك شرح العقيده الطحاويه، يعني انت بتعترض على شرح العقيده الطحاويه وبيزمني في العقيده الطحاويه؟ يا غبي انت وهو، زي اللي قاعدين يقول لك ده بيتكلم على كتاب التوحيد ما ينفعش يا غبي انت وهو، افهموا. هتفضلوا اغبياء كده برضه، شويه صعافقه ماشيين ورا المشايخ بغباء ونقولوا صوره غبيه. اخد بالك ازاي؟ الشيخ بيتكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى كتاب التوحيد، ده بيقول كتاب التوحيد ما ينفعش كده على اطلاقه كده. طب اقعد اشرح فيه 20 سنه. العقيده الطحاويه انا بتكلم اهو، انا درستها ودرستها. ينفع بالوضع الحالي ده اللي بيدرس في الجامعات السعوديه ان يطلع طالب ناضج ويقدر يتصدى في كل الاتجاهات ويحمي بلده ويحمي دينه وعقيدته؟ يبقى قبلوني، هتفضل على كده. فكنت اقعد مع رئيس القسم اقول له يا عم الحكايه محتاجه تغيير، ما ينفعش كده. هو مش قادر يتصور، مش قادر يتصور. والله ما قدمت استقالتي من جامعة الملك خالد إلا لهذا، لأن أنا يعني في العمل الجامعي أستاذ الجامعة بيرى وظيفته كأستاذ جامعة حاجة عالية أوي. ليه؟ مرتب كويس، وكل ما بيتأخر في الترقية العلاوة بتزيد والمرتب بيزيد، وكنت تبقى أستاذ دكتور وتاخد قد كده ما اعرفش ايه. وبعدين حاصلة الكلام ده ايه؟ اضافتك ايه للأمة الإسلامية؟ ايه اللي انت هتضيفه؟ يقول لك انت خلصت الدكتوراه. يعني كان واحد يقول لي يا اخي ما تتهدي يا اخي، دكتور هقول لكم على اسمه السيد عبد العزيز من تلامذة علي جمعة. سيد عبد العزيز ده دكتور كان زميلي وكان من أحب الناس لأنه أسلوبه حلو وكويس، فكل ما أروح يلاقيني قاعد أشتغل. كان في بحث الأسماء ليل ونهار ليل ونهار. ما تيجي يلا نخرج ناخد عيال نفسحها، معلش أنا مشغول في حاجة كده معلش، وأتهرب منه يعني. والجماعة طبعا التانيين بتوع الإخوان لهم لقاءات أسرية ومش عارف إيه، لقاءات الأسرة يعني، ولقاءات يلموا المشايخ فيها وبتاع، فعايزين يجوني بأي صور، وأنا أقول لهم لا معلش فاضي. أنا قاعد ليل ونهار قاعد شغال في دراسة الأسماء الحسنى، كتابين دوم. فالمهم بقى إيه؟ قال أنت بتعمل إيه؟ ما تتهدي يا جدع أنت مش خلصت الدكتوراه؟ أيوه خلصت الدكتوراه. اقعد بقى روق، كفاية العذاب اللي شفناه، كفاية القرف اللي شفناه. قلت له قرف؟ قرف ايه؟
انت راجل داعي بتاع امانه علميه هتؤدى للناس وربنا هيسالك عنها. قول لي ما انا بدرس لهم اهو، هعمل لهم ايه يعني اكتر من كده؟ كتاب بيتكرر كل يوم والمحاضره هنا والمحاضره هنا، وبيقولوا ويعيدوا ويقولوا ويعيدوا في الفصل ده والفصل ده والفصل ده والفصل ده، واللي بيقولوا هنا 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 وخلاص بس، وهو يوم متقبض وخد مرتبه. فيروح بقى خميس مشيط من ابها الخميس مشيط في المحلات الكبيره اللي هناك، يجيب بطاطين وحاجات وهدايا لفلان وهدايا لفلان وهدايا لفلان هم مش شايفيني حتى وانا قاعد في المكتب قاعد بشتغل. والله يا اخوانا الواحد بيفتكر ايام في دكتور اللي كان ماسك العميد بعد العميد اللي انا تعاقدت معاه ورحت جامعه الملك خالد، اسمه موسى فقيه. موسى فقيه ده نجيب لكم شكله، الدكتور موسى فقيه. الراجل ده لما شاف كتاب الاسماء الحسنى قال لي انت عملت ده امتى؟ وزعلان. قلت له عملت ده امتى يعني؟ قال لي انت جاي هنا تشتغل، ده بحث كبير. قلت له ايه المشكله في كده اهو؟ ايه المشكله في كده يا دكتور موسى؟ اهو شكله اهو اللي في النص الاسمر ده. حتى ان كان بعض السعوديين يقولوا لي ايه، يقول لي يا عم جابوا واحد هو تبع الاخوان، يقولوا جابوا واحد اصلا كان من الاصل عبيد عندنا والملك عبد العزيز اعتقهم، مسكوه عميد كليه لان هناك العصبيه بتاع القبليه موجوده يعني. فالدكتور موسى فقيه ده اللي انتم شايفين الصوره بتاعته ده، بعد دراسه الاسماء وجريده الاهرام كتبت عنها وكده يعني، فلقيته بيقول لي ايه انت دول عملتهم امتى؟ قلت له عملتهم على مدار 4 أو 5 سنين قاعد شغال فيهم يعني وانا قاعد فاضي يعني. قال لي لا مش من حقك. قلت له مش من حقي؟ مش من حقي ازاي يعني؟ قال لي ما ده هيأثر على تحضيرك وحاجاتك علشان خاطر تأدي للطلبة. قلت حد اشتكى لك؟ يعني الطلبة بيجوا عايزين الدكتور محمود قولي ده بدري يعني، ده بدري عشان حد قال لك والله يا اخوانا زي ما بيقولوا كده، حد من الطلبة اشتكى لك وقال لك انني ما بأديش شغلي افضل من الاخرين؟ والطلبة جايبين لك شكاوي بيطالبوا بان انا دارس لهم المادة والباقيين مش عايزينهم السعوديين بتوعكم؟ ولا ده حق الجامعة مش حقك؟ حق الجامعة عشان انا الفت، ده المفترض تفتخر ان واحد استاذ عندك في الجامعة عمل الدراسة دي. والله نظرة الحقد، وعلى فكرة الراجل ده عنده يعني حسد وحقد. الحسد والحقد حسيته مش حسيته، أثر فيه يعني. الحادثة اللي حصلت وحصل فيها حرق وبتر الأصابع وحرق العيالي، الراجل ده قبل ما امشي نشل واحد عين يكفيكوا الشر اللي اسمه موسى فقيه ده. عشان ايه؟ عشان عملت لهم برنامج يقسم الجدول بتاع الأساتذة من غير ما يشكلوا، لأنه كانوا بيعملوه يدوي فيقعدوا فترة طويلة 2 3 عشان يحققوا رغبة كل أستاذ. فأنا عملت برنامج على الأكسس بتاع برنامج كده يقسم التقسيم على حسب رغبات الناس، فيقوم مطلع الجدول في ثواني ومطلعه. فاديت له الجدول، قال انت شغال ايه؟ انت بتاع شريعة بتاع عقيدة ولا بتاع أستاذ كمبيوتر؟ قلت له يا عم خد الجداول انا رايح عمره الله اعلم ممكن يحصل لي حاجة. قال لا مش هيحصل لك حاجة. والله كده دي آخر كلمة قالها الراجل دي. قال لي مش هيحصل لك حاجة. وانا راجع في المخواء في الطريق بين مكة وأبها حصلت حادثة، كله كان بيقول لنا وهو السعوديين يبصوا يقولوا اشهد ولا لا اله الا محمد رسول الله، قولوا لام عبده، قولوا طلعوني يا جماعه العربيه دخلت في رجلها، الباب دخل في رجلها وكسرها خالص، وكل عيل اتكسر وعبده رجله اتكسرت وبنت الايمان دماغها دراعها اتكسر والثانيه اتفلق دماغها من هنا، بقت حكايه وانا اتحرقت. الراجل ده المهم هو بيقول ايه؟ انت عملت الكتاب ده ليه؟ مش من حقك. مش من حق انا الف كتاب ينفع المسلمين؟ انا قصرت في التدريس في حاجه؟ من بعد قلت والله ما اقعد عندكم. ما اقعدش عندكم ابدا. قمت مقدم استقالتي. رئيس القسم عندنا ده يتحايل على الواحد يقول انت عايز تروح ليه؟
احنا قصرنا معاك في حاجة؟ لا يا عم مش عايز اقعد عندكم. يا دكتور زمايلك الازهرية بعد ما بتنتهي الاعاره بتاعتهم بيجوا يبوسوا ايدينا عشان نقعدهم عندنا. قلت له لو جيت ابوس ايدك بعد كده ابقى توفوا في وشي. يلا يا اخي بلاش قرف. قمت مقدم الايه الاستقاله. فكتبوا فيها تقرير زي الطين. اسمه موسى فقيه ده. موسى فقيه ده يستكتر علينا ان احنا نعمل دراسه تنفع المسلمين، انما لو قاعدين بقى نجري ونلعب ونعمل لف ونلف ونلف ده حلو قوي على قلبه. انا ما اعرفش كان حي ولا ميت دلوقتي، لان هو دلوقتي كان الصوره دي كانوا بيحتفل بابنه تقريبا دكتور ولا حاجه، مع اني والله ساعدته في ابحاث الترقيه بتاعته، والابحاث الترقيه بتاعته عندي، والطلب اللي اتقدم عشان يترقى بيه عندي نسخه منه. لكن هو كده، هم مفكرين ان هم بيشترونا بالفلوس اللي بيدوها لنا. يعني انت رايح عبد عندهم، رايح عبد عندهم يمسك جوازاتك وما رضاش يديها لك، ولكن لما يجي اليوم طب يا جماعه احنا خلصنا امتحانات، طب ما قاعدين ليه ما تروحونا؟ يقول لك لا الاجازه بادئه من كده وده حقك تقعد هنا وخلاص، حقنا تقعد هنا من غير ما تسافر. طب ما اروح اشوف عيال عشان اجي بدري وابقى مستراح نفسيا. لا هو كده والله كانوا بيتحكموا فينا كاننا كالكلاب، يقول لك حقنا. يا اخي دي مش ما فيش تعامل بالطريقه دي، والاساتذه كلهم سامعين المصريين وعارفين. يا دكتور محمود عديها عشان خاطر يا عم الحاج الله يصلح حالك، وما هيعملوا فينا ايه يعني اخيرا تروح. طب انا ماليش جامعه، ها خلي بالك بقى. يعني انا رايح الجامعه بتاعتي هي جامعه الملك خالد، والترقيه بتاعتي على حسب القانون في جامعه الملك خالد، وترقيت في جامعه الملك خالد كليه الشريعه واصول الدين. مانيش جاي من كليه رايح عندهم، لا. الدكتور اللي قبله كان اسمه ايه والله، يا ريت ام عبد الرزاق تفتكره، اللي هو العميد اللي قبله قبل موسى فقيه ده. والراجل ده اصيب بعين برضه، واغلب ظن كان من موسى فقيه ده. المهم اللي حصل ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا كنت بقول في ايه ما بين عليها هو الراجل اتصاب قبله، اللي قبل اتصاب عندي بقى كنت بتكلم تعرف تجيبها يعني اتكلم تقريبا عن سبب تقديم الاستقالة يعني. انا ما كانش ليا جامعة، انا جاي من دعوة، كنت بشتغل في معاهد اعداد الدعاء بدرس، وخبرة التدريس عالية نفعتني جامد يعني، لان 35 معهد لاعداد الدعاء درست فيهم داخل جمهورية مصر العربية. فانا علشان اسيب الجامعة واقدم استقالتي منها وانا رايح مانيش عارف هقدم في جامعة تانية ولا لا، جم يبصوا عليا ان انا مجنون. الاخوان هناك يقولوا انت مجنون، انتوا مالكم يا جماعه؟ ايه اللي مزعلكم؟ طب ايه اللي يخليني اسيب جامعه الملك خالد وانا باخد مرتب يتجاوز الان ال60 او ال70، الوقت ده يعدي 100,000 جنيه في الشهر، باسعار النهارده 100,000 جنيه وزياده كمان. ايه اللي يخليني اسيب ده واروح الى المجهول زي ما بيقولوا؟ انا كان كل اللي في دماغي والفكره اللي سيطرت على ذهني لازم حل يقدم للامه الاسلاميه مكان الوضع اللي بيدرس في السعوديه وفي الجامعات التانيه، لقمه سائغه جميلة يدرسها الطالب من غير مشاكل، بحيث يقعد قدام منه 6 شهور سنة سنتين ويبقى أستاذ على أعلى مستوى في التخصص، ويعرف يحمي بلده ويحمي أمته ويخاف ربه، ويبقى أستاذ على معنى الكلمة. أنا هضرب لكم مثل، أنا فكرة الأكاديمية اللي بتكلم عنها والحاجات دي مقرر من المقررات، بس أنا بتكلم على دول بس ليه؟ لأن دول اتعملوا مخصوص عشان الموضوع ده. لما بدأنا دار العقيدة المصرية
قبل الثورات والتحق بالدار ديت على النت دراسة، بس هو هياخد المحاضرات نديها له في اسطوانة يفرغها، يجي لنا بالتفريغ، يدخل الاختبار كان أول نظام ندخله احنا، لا مصر دخلته ولا السعودية دخلته ولا حد دخل، اللي هو نظام أنا عشان امتحن واحد أقيس قدرة استيعابه فحط له 100 سؤال وكل سؤال 4 إجابات. ده نظام الاختبارات عندنا. إن عرف يعدي منه بنسبة 90%، بنسبة 80% يبقى ناجح، لأن النجاح من 80 عندنا من 80. اللي هيفرغ كلمة كلمة هيجاوب 100. فالمهم القواعد بقى، اللي عايز يجي يدرس يدرس، وانا ضربتك على ايدك عشان تدرس انت حر، وبيكتب اقرار على نفسه انه جاي يدرس، والتكلفة تكاد تكون صفر، يا دوب ثمن الكتب دي بس. عدد كبير قبل الثورات. اللي حس بالكلام ده مين؟ ياسر برهامي، محمد حسان، الجماعة اللي كانوا في الساحة. كانوا قالوا الراجل ده لو سبناه الراجل ده هيقول لنا يلا مع السلامة نمشوا من هنا. أنا بقول لكم التجربة نجحت؟ نجحت. أنا هضرب لكم مثل واحد بس، اللي درس ال4 دورات دول. بصوا كده، مش لراجل، بنت كانت في كلية الطب، وفي كلية الطب وكمان بتدرس، بس ما شاء الله ذكية جدا جدا، درست الدورات ال4 واختبرت فيه وجابت 100%، ما راحش منها تقريبا درجات خالص يعني. احنا عندنا اختبار شفوي وتحريري، ده الكلام ده ايام دار العقيدة. الامور اختلفت دلوقتي، تطورت بقى وبقى حاجة يعني على مستوى جامعي ان شاء الله يغطي كل الجامعات اللي موجودة. فهي درست الدورات ال4 دول، ادي الشهادة بتاعتها منحتها اهي. كان الكلام ده كان كام؟ 6/5/2012. الإجازة دي معناها إيه؟ مكتوب فيها كده أهو، معلش أنا هقراها بقى. ودي أولا كده خدت حقها، يعني كده بقراية الموضوع ده هوت شهادة تزكية، الله أعلم هي أطورها إيه دلوقتي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. وإن كانت متجوزة ربنا يبارك في زوجها، وأنا كنت ساعتها كانت مكتوب كتابة أو حاجة زي كده يعني، كان زوجها يجي معاها ويروح معاها علشان تحضر الاختبارات. وأنا واثق إن هي فهم العقيدة فهم لا قربت من ده ولا شفتها من بعد ما خدت الشهادة دي، ولا أعرف عنها حاجة. لكن هي لو قدمت عندنا في دار العقيدة المصرية للماجستير هنقبلها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازة العالية، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن عميد دار العقيدة المصرية يشهد أن سميحة أحمد عبد الوهاب صاوي، مولودة في قرية القبابات عام 1988، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، مصر، قد أتمت الدراسة العالية في دار العقيدة المصرية ونجحت في الامتحان النهائي لبرامج الدورات العلمية الجامعية المقررة فيه دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة بتقدير امتياز بتفوق، لأن الترتيب في الدرجات العلمية عندنا غير بالجامعات. الجامعات هناك هكس، تحكوا على الناس كده خالص، عشان كده بتطلعوا عاهات. إنما اللي يدرس هنا لا. انتوا عارفين دي عملت ايه؟ احنا شرطنا عشان الطالب ينجح ويبقى متخصص من غير ما يحتاج جامعة من الجامعات ولا الكلام ده كله، في العقيدة بس. أنا بتكلم في جانب العقيدة لأن الجوانب التانية مطلوبة طبعا، إن هو يفرغ كل كلمة تتقال بس، حتى لو أنا بضحك، حتى لو أنا بقول أي حاجة أو نكتة، أنا عايز النكتة تبقى موجودة. إحنا هنا غرض، لأن الموضوع معمول بحسابات دقيقة جدا جدا عشان أعرف الحالة النفسية وهو بيتلقى من خلال الكتابة نفع ولا ما نفعش. فبعض الناس يقول لك طب أنا عشان أعمل أنا الشيخ فلان هعمل لي أكاديمية زي أكاديمية، مع إنه أكاديمية زاد وأكاديمية ما أعرفش، بس الكلام ده كله فاشل. فشل وسببه إيه؟ إن نظام الدراسة ما خدوش من متخصص على مستوى إعداد مناهج
انت ازاي تشكل اللي قدامك ده بحيث يدرس الدراسة اللي هي تؤدي الى ان هو تنقل له المعلومة بفهم دقيق جدا جدا وبالتلقي على نفس الوضع القديم في انه قاعد بيكتب قدام الشيخ، ويكون المادة المساقة سهلة الفهم والاستيعاب بنسبة 100%. دي معادلة ما هي سهلة، معادلة قعدنا 6 سنوات واحنا بنسجل فيها بس تسجيل، وإذا كانت مش متسجلة كويس يبقى تتعاد مرة تانية بحيث تتظبط وتتألف. ولو عنده مرجعية هيقرأ. طب هل هو الطالب هيدرس 8 مجلدات دول يا دكتور؟ لا، هو خد المادة مسموعة ومرئية. لو حب ان هو يرجع، انت خد بالك ازاي، للمادة، فعايز يقول له دور في الكتب، فيروح يدور في الكتب. هيدور في ايه؟ فلو بحث في الكتب دماغه فيها ايه ساعتها؟ هيجيب المرجع ده والمرجع ده والمرجع ده والمرجع ده. انا بحثت مكانه وادت له المراجع وادت له الكتاب وادت له البحث. بقى عنده خبرة وآلية البحث من خلال كل محاضرة. يعني مثلا لما تشوف مثلا، خلينا اضرب لك مثلا في اصول العقيدة ده المجلد الاول، الفصل الاول عبارة عن بحث بيتكلم فيه عن تعريف العقل والنقل والكلام ده كله، وبيتكلم فيه عن مدارك اليقين والحاجات كتير كتير جدا كده. فالطالب لو حب يعرف الكلام ده هو اللي هي اساس او يدور في مراجع فهيتوه، هو طالب لسه طري. فانا اديت له الاماكن اللي يبحث فيها واشرت له اشارات، فالطالب هيدرس ويحتفظ بالمادة العلمية. لو حب ان هو يشرحها فقدام منه المادة جاهزة ومعمولة بشكل احترافي. لو هو بقى حب ان هو يتوسع وياخد في الماجستير، لا ده باب تاني بقى، هياخد ماجستير ودكتوراه وشغل تاني. ولو حب يتمشيخ كذب وزور من ورانا، هيعمل زي عماد كده، فهيروح يقول انا هديكم من المراجع ومن بتاع كده، يشير لكل مراجع الدنيا من غير ما يقرأ ولا كلمة فيها، ويروح يسرق ده من غير ما ينسب كلمة واحدة لنا ولا كلمة واحدة من ال8 مجلدات دول. ده اللي عمل عماد رفعت بصورة فجة، والحمد لله اننا مسكناه كمثال في ال30 المحاضرة اللي هتسمعوها ان شاء الله عز وجل، او هنعلق على المواطن اللي هو عك فيها يعني، وسبب العك ايه كنموذج يعني، عشان تعرفوا ان الامور العلم ما بتاخدش كده. احنا بنحط منهج يدرس الطالب بدقة وأمانة. أنا ما يهمنيش بقى، أنا مش غرضي إنني أقول هو هيدفع لي كام قصاد تعليمه. ما خالد الجندي عرض عليا إن ياخد الدورات دهيت وتدرس في أحد الجامعات الخاصة، وتكلفة الدورة قد تصل إلى ما هو أكثر من 5000 جنيه الدورة الواحدة، وهيجي السعوديين وكل الناس من كل مكان عشان في جامعة 6 أكتوبر ولا جامعة معرفش فين الجامعات الخاصة، وهنهبر منها هبر. أنا رفضت، قلت له نعملها مجانية للأمة الإسلامية، مش عايز منك حاجة ولا بتاجر فيه. تعرفين خالد الجندي؟ أيوة خالد بتاع الدمس. رفضت لأنه كان عايزها تجارة وعارف أهميتها كويس. الواحد كان ممكن يبقى ملياردير مش مليونير، بس احنا آثرنا ان احنا نخلص لله تبارك وتعالى ونقول العمل لله مش لحاجة تانية. سميحة دي الله يكرمها الدكتورة، اولا دي تزكية، الله بقول بقى الوقت كام، هي سنة 2012 النهارده، بقى لها كام سنة يا ابني كده. دي صورة الشهادة من قدام، من الخلف صورة الشهادة، ولازم اي شهادة تطلع عندنا عشان اخدت هذه الدراسة ال8 مجلدات، كل مجلد اهو واخد رقمه والدورة بتاعته والختم بتاعه، وتمت الاختبارات وكافة الاجراءات اللازمة للحصول على الاجازة. 6/5/2012 الرقم بتاعها 107/800 بتاريخ 15/6/1433. ومن بعدها بعد الثورات ما جت، وبعد ما افسد علينا حسان هو وجنوده من السرورية عشان يعدموا هذه الدورات، وما تلاقيش مكتب من المكتبات، ما فيش ولا مكتبة من المكتبات
هتلاقي عندها الدورات دي. ليه؟ يقول لك يا عم حسان بنكسب من وراه كتبه وكتب المشايخ اللي وراه كتير جيوش، ودي هتجيب لنا فلوس. لو شافوا عندنا الكتاب بتاعك هيشدوا كتبهم من عندنا، ما رضوش ناخد كتبهم هنخسر، وكتبك لسه مش معروف ولا انت معروف. والله يحاربونا في رزقنا حتى في الكتب. ولو واحد اشترى كتاب الاسماء، المشايخ اللي ما عندهمش ضمير، اللي بيقولوا احنا على المنهج وعلى السنه وانصار السنه، يقول لك روح رجعوا ما تشتريش. ليه يا اخي؟ انت عملت كده يعني؟ ده يرضي مين ده؟ انا شفت منهم العجب، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم خليني بقى اكلمكم على اثر هذه الدورات. بعد فترة وقبل الثورات كانت انتشرت الدورات، لان تسجل فيها 20,000 طالب. كان عدد اللي بيدرسوا معانا قبل الثورة 20,000 طالب، اغلبهم لسه مسجل، اللي خد دورة نص دورة، اللي لسه كمل سنة، يعني درس سنة سنتين كده يعني. فكان اللي بيتخرج من او بيدرس دورة واحدة اصول العقيدة، اللي خلى الناس تنتبهوا فيها ايه؟ ان هم لما راحوا السعودية، واحد مثلا مسافر السعودية وعايز يشتغل محفظ او عايز يشتغل في اي مكان وكده يعني، فيختبروه في العقيدة، فيجي يبص يلاقي الولد وهو بيجاوب او الاخ المسافر عقليته غير انت بتتكلم عن ايه؟ العلاقة بين العقل والنقل، بتتكلم على مسائل في الصفات، في قواعد الاسماء، فيخلي اللي قدام منه يقدمه على غيره، لانه عارف ان دي عقيدة اهل السنة والجماعة، فيتعين قبل غيره. فيجي هنا عندنا يا شيخ هو اشمعنى؟ فحطوا هناك تزكية عند كثير من الناس ان اللي يجي واخد دار العقيدة المصرية ودارس الدورات العلمية قدموه، لانه عقيدته سليمة. فبدأ الناس تقبل عشان تدرس. الكلام ده كله قبل الثورات، لغاية ما حاربنا حزب الله ونعم الوكيل حسن وجماعته يعني. المهم عايز اقول لكم بقى ايه، اشتهرت هذه الدورات في وقتها لغاية ما امير قطر اللي هو قبل تميم ابوه فكروا في وزارة الشؤون الاوقاف او وزارة الشؤون القطرية الدينية انهم يفتحوا معهد لاعداد الدعاء. اسمعوا القصة دي، جايز تسمعوها لأول مرة يعني. عايزين يعملوا معهد عالمي لإعداد الدعاء، وخصص أمير قطر لها بتاع بئر بترول أو غاز كامل، نفقاته تعود على المعهد. ففي أحد الإخوة أعرفه أو هو من الناس المعارف، شغال عند الوزير، فقال له شوف لو لفيت في مصر والخليج كلها عشان واحد يديك منهج متكامل لفتح معهد إعداد الدعاء، مش هتلاقي غير واحد اسمه محمود عبد الرازق رضواني موجود في مصر. فالوزير قال هاته، شوف الراجل ده فين يجيبه، يجي يحط لنا الخطة ويشوف ايه المطلوب يعني. ففوجئت لقيتهم بيتصلوا عليا، وزير الشؤون القطرية عايزك. خير عشان ايه؟ قال لي اللي بيتكلم انه بس على هنستشيرك في بعض الامور الخاصة بفتح معهد عالمي لاعداد الدعاء وكده يعني. فوجئت لقيتهم ايه؟ باعتين لي التذكرة وكل، والتأشيرة كانت بتيجي زمان كانت لازم تروح السفارة لا الكلام ده التأشيرة هتلاقيها في المطار. قطر كانت متطورة قوي يعني. ايه اللي حصل؟ المرة الجاية بقى ان شاء الله نحكي. ان الوقت خلص وحاسس ان المخرج قاعد ناسي نفسه. الحكاية عايزة تتشرح، لان اللي حصل مع وزير الشؤون القطرية كشف لي حاجات كتير جدا جدا انا ما كنتش اعرفها. قطر بتمثل ايه بالنسبة للمشروع بتاع الإخوان؟ ده نشوفه إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة.
جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك في كل من نقل هذه المحاضرة إليكم عبر الأقمار الصناعية. جزاك الله خير يا شيخ مزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر. سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر. سبحان من أرسل الجبال فلم تمل